السلام عليكم متابعين كيف حياتي. أول شيء شكرا إن وصلتونا ل 74. كنا نقول مثلا أبي أقول شكرا على 50 مشترك، عقلي أوتوماتيكيا يروح يقول شكرا على 50,000. شكرا على 70,000، يعني تخيلوا. ما أدري ليش، لأني أبي أقول شكرا ل 50 متابع، بس عقلي يتخيلها 50,000. فالله يرزقنا وإن شاء الله يوما ما نوصل هذا العدد. المهم حبيت أشكركم على 50 متابع و50 مشترك. أشكركم لأنكم وصلتونا لهذا العدد، وإن شاء الله القادم أكثر وأكثر. المهم بنسوي اليوم استعراض الحساب بعد إنفاقنا كان 2000 أو 1000 جوهرة أنفقت على الحساب منذ آخر استعراض الحساب. فيب أخليكم مع استعراض شو الأشياء اللي اشتريناها. ويب ضلت معي 1300 جوهرة، هاي راح أحرق عليها السكين المتطور إن شاء الله. أما الكريمينال فمستحيل، لأنه أصلا الكريمينال الجديد شوف كتير الناس يسووا عليه حرق في السيرفر الأوروبي وصرفوا عليه كتير جواهر ما جاهم. فأظن أني ما راح أسوي حرق له، ولكن إن شاء الله إذا كان في شوية جوهر وكذا نسوي حرق 1000 جوهرة ونشوف الحد. فالمهم طولت عليكم، أخليكم مع الاستعراض، وأتمنى منكم لايك واشتراك ويا بيسات.
وبس هذا كان هو استعراض الحساب. أتمنى يكون خفيف ظريف عليكم من إعجابكم. يعني حسابي أنا ممكن نقول متوسط، يعني ما بين مقبول، ممكن لاش أسطوري، يعني حساب شوية يعني جيد. فالمهم كان دا هو الاستعراض. أتمنى يكون من إعجابكم. بالنسبة للأغراض اللي كنت اشتريتها ب2000 على الجوهرة، عندما كنت شحنت 4 جوهرة، كنت اشتريت هذا السكين تبع الهاكر، كنت شريته ب1300 جوهرة. هذا السكين واحد أورجيكم وين هذا السكين، كنت صرفت عليه 1300 جوهرة عشان يجيني دائم. وشي تاني اشتريت هذا الشعر، يعني حبيته، كنت اشتريته ب300 جوهرة. وكمان صرفت على هاي الفاير باس عشان افتح الكمامة تبعتها، يعني أظن ب600 أو 500 جوهرة. وشو بعد شو في الفاير باس، يعني أشياء مثل الفاير باس. أما سكين متطور ما صرفت عليهم، سكين متطور لسه ما فتحت كل شيء. المهم، وهذا الفاير باس كمان خسرت عليه مثلا 300 أو 500 جوهرة أظن. وبس، وهي الفاير باس ما صرفت عليها. لسه هذا فتحته قديم قبل ما أشحن يعني. بس وشو بعد وين هاي الفاير باس، هاي كمان فتحتها، كانت كمان 600 أو 300 جوهرة. وآخر شي يا رب شو كان آخر شي، الفاير باس، البويا باس كنت وصلت لل100، بس حبيت أزود وزودت لل50 كما تشوفوا 600. يعني أنا الحين صرت بالمستوى بالليفل 181. وبس هاي الأغراض اللي كنت آخر أغراض كنت صرفت عليها جواهر. فبس يعني أتمنى يكون هذا الفيديو نال إعجابكم، فيديو تاني إن شاء الله. لايكاتكم أقل ما قدرتوا توصلوه يعني. وبس يلا، في أمان الله.